هاد الكوبل المصري بسبب الخيانة والجريمة اللي ارتكبوا غادي يخليو المصريين يحقدوا عليهم كاملين من حتى لزد، الى درجة ان القاضي سمعوا شنو قال. والله لو كان الامر لي لكنت الفذ فيكم حكم الاعدام، اقطع كل يوم منكم حته. وبلا شك بغيتي تعرف شنو داروا؟ يلا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كلشي كليكي جادوغنا وما تنساش تابونا الا كنتي جديد. ليتس جو. القصه ديالنا كتبدا في سنه 2008 وبالضبط في واحد البلاصه كيقولوا لها الاسماعيليه كاينه في مصر. واحد الشاب الاسم ديالو وليد وكيقولوا الله يعمرها دار، كان كيهضر مع الوالده ديالو وقال لها ما كرهتكش شوفي لي شي زوجه بغيت نتزوج بها. بطبيعه الحال الوالده ديالو بحكم ان السن ديالو بدا كيكبر غادا تقول ليه مرحبا ولدي، غتمشي تقلب ليه على شي عروسه، لذلك غتجه عند واحد العائله كانوا الله يعمرها دار، غادا تمشي تهضر معاهم وبطبيعه الحال غادي يوافقوا. لكن هنا غادي نقول لكم باللي الزوجه اللي هي البنت ديالهم ما غتوافقش بصفه نهائيه، حيت بنتهم كتامن ان الزواج خاص يكون ضروري فيه الحب ولا على الاقل يكون فيه الولف، اما واحد الشخص ما كتعرفوش ما موافقاش. غادي نقول لكم بلي الوالدين ديالها غادي يبقاو يلحوا ليها بالليل وبالنهار، وماشي غير هادشي، انما حتى الشاب ملي غادي يشوفها غادي يحبها من النظره الاولى، حتى هو كذلك غيبقى يتواصل معها وغادي يبقى يمشي عندها حتى الاخر. غادا تقتنع، لكن غادا تقتنع بلا الهوى ديالها، بعد ما غادا توافق على الزواج، والا غتبقى دير شي امورات اللي في شكل بعد ما غادي تجمعهم دار وحده، والا كل مره غتبقى تجبد الصداع والمشاكل على ابسط الحوايج، حيت هي اصلا ما كانتش موافقه على هذا الزواج. لكن والد كان مكبر عقله في الاصل، ما كانش كيتسوق ليها بصفه نهائيه، ما كانش كيدي على الكلام ديالها، يعني كل ما كانت كتجبد الصداع كل ما كان كيفيت. غادا تدوز تقريبا سنوات كثيره بزاف، غادي يوليو عندهم 3 ديال الاطفال، وهنا غادي نكسروا المشاكل بشكل اللي هو كبير. واحد النهار غادي نقول لكم بلي راندا غادا تكعب بشكل اللي هو كبير، وغادا تلقاها سبه بسبب ان واحد المشكل وقع لهم، لذلك غادا تمشي تخوي ديك الدار وغادا تمشي توجه ديريكت عند الوالدين ديالها، مع العلم ان الحي اللي كانوا ساكنين فيه والد وراندا كان بعيد بزاف على الدار ديال الوالدين ديالها. ملي غادا تمشي عند الوالدين ديالها غادا تجلس تما، وهنا غادي يبداو يوقعوا شي امورات اللي في شكل، ومنهم انها غتعرف على واحد الشاب اللي كان الاسم ديالو السيد، وهذا الشاب هذا كانت عنده فقط 25 عام. غادي نقول لكم باللي كانت كتهضر هي وياه بشكل اللي استمراري، وماشي غير هادشي، انما كانت كتلاقى معاه بزاف وكانوا كيديروا علاقه غير شرعيه، مع العلم ان كانت كتخون الزوج ديالها من مور الدار ديالو. وفي ديك الفتره هي كانت طالبه الطلاق من عند الزوج ديالها، يعني ما كانتش موافقه انها تبقى معاه بصفه نهائيه، حيت كان عاجب هذاك خونا اللي سميتو السيد، كما انها كانت مرتاحه معاه بشكل اللي هو كبير. هاد الحاله غادا تدوم لمده 8 شهور، يعني 8 شهور هي كتخرج معاه وكتلاقى معاه وكيديروا الى اخره، حتى لواحد النهار الاب ديال راندا غادي يطلع ليه الدم وغادي يقول لها بلي هاد الشيء بزاف، خاصك ضروري ترجعي عند الزوج ديالك، راه ما يمكنش انت تعيشي في قنت وهو في قنت وكل مره كيعيط الى اخره. وهنا بزز منها غادا تجمع الوليدات ديالها، وبطبيعه الحال غادا ترجع عند الزوج ديالها. بعد ما غادا ترجع عند الزوج ديالها غادي يبقاو عايشين في ديك الفتره، وغادي نقول لكم باللي هنايا هذاك السيد غادي تجيه القضيه صعيبه بزاف، انه غادي يبدا يتنقل من بلاصه لبلاصه عندها، لذلك غادي يقترح عليها وغادي يقول لها شنو بان لك انني نجي نكري قريب لك، يعني في نفس الحي اللي انت ساكنه فيه، وهي غادا توافق بطبيعه الحال. غادي نقول لكم باللي وليد بعد ما كان كيمشي للخدمه، والا السيد غادي يبقى يمشي للدار عند راندا، وكان كيدير معها علاقه غير شرعيه في القلب ديال المنزل ديال الوليد. وهذه الحاله غادي تبقى بشكل يومي، حيت هي كانت حافظه البروغرام ديال الوليد الزوج ديالها وعارفه امتى كيدخل وامتى كيخرج، حتى لواحد النهار داك السيد غادي يكعى وغادي يقول لها باللي هذا الشيء بزاف اللي كنديرو، حتى لامتى انا وياك بغينا نتزوجوا، كيفاش غادي نديرو حتى غنتخلصوا من والد، لذلك غادا تطيح في بالهم واحد الخطه اللي جهنميه. واحد النهار راندا غادا تهضر مع والد وغادي تقول ليه شبان لك نمشيو ناكلوا برا، شحال هادي ما مشينا خرجنا وكلينا. بطبيعه الحال الوالد بحكم انه كيبغي راندا والا غادي اكسبت، غادي يمشيو لواحد الريستو وغادي يجلسوا تما، غادي يبداو ياكلوا. بعد ما غادي يبداو ياكلوا فمباشره هنا والد غادا تقول ليه راندا سير جيب لي كاس ديال الماء، ملي غادي يمشي يجيب لها كاس ديال الماء غادي دير ليه السم في الماكله ديالو، غادي يرجع غادي ياكل الماكله ما كاملاش 10 ديال الدقائق، والا والد غادي يبقى يغوت ربي اللي خلقه والناس كامله مجموعه عليه. غادا تجي الاسعافات وغادا تديه للسبيطار، غادي يكتشفوا باللي والد تسمم. صاحب المطعم هو اللي غادي يتكلف ليه بالمصاريف كامله وغادي تخرج ليه المحكمه انه يعوضه. هنا راندا غادا تكعى وغادي
يطلع عليها الدم. علاش؟ حيت كتقول كيفاش انايا درت كميه كبيره ديال السم ووالد ما مات، وهي الاوبجيكتيف ديالها ان والد يموت ويتهناو منه. بعد ما غتبارطاجي هادشي مع داك خونا اللي سميتو السيد، والا غادي يقترح عليها علاش لي ما نبدلوش الخطه ونديرو خطه واحده اخرى، بحكم انها غادا تعطيه القالب ديالو كامل، يعني فوقاش كيخرج فوقاش كيدخل معايش كيمشي للخدمه والبلايص كيدوز منه. السيد غادي يبقى مراقب والد حتى لواحد النهار غادي يغفلو وغادي يضربو بسكين الرقبه ديالو، كذلك حتى الظهر ديالو. غادي نقول لكم بعد ما غادي يتوفى غادي يشد الجثه ديالو، ما غاديش يعرف فين غادي يديرها. اخر حاجه غادي يدير انه غادي يلوحها في واحد البركاسه ديال الزبل. بعد ما دار هاد الجريمه هادي، والا غادي يعيش واحد النهار بخير هو وراندا. الله غض ليه مباشره واحد خونا كيكون بقشاش تما كيدوز على البركاسات، والا غادي يمشي لديك البركاسه اللي فيها الجثه ديال الوالد، وملي غادي يلقاه غادي يغوت غوته وحده حتى غادي يجيو الناس. بعد ما غادي يوصلوا غادي يلقاو ديك الجثه، غادي يتصلوا بالشرطه، والناس اللي كاينين تما كاملين غادي يشهدوا باللي هذاك والد الزوج ديال راندا. ملي غادي يمشيو البوليس عند راندا هنايا غادي يقولوا ليها الزوج ديالك فين هو، غتقول لهم ما جاش من البارح. غادي يقولوا ليها ما جاش من البارح، علاش ما جيتيش بلغتي الشرطه عندنا؟ وهنا غادي تبقى تدخل وتخرج في الهضره، غادي يعرفوا البوليس باللي شي حاجه ماشي عاديه، لذلك غادي يبقاو يراقبوا راندا. وملي غادي يراقبوها فمباشره غادي يبان لهم السيد داخل عندها للدار ديالها. بعد ما غادي يهبط من الدار غادي يمشيو يصادفوه. ملي غادي يصادفوه فمباشره غادي يقول لهم وانا الصديق ديال الوالد من زمان هادي، وكنجي عند راندا باش كنواسيها باش تنسى داكشي اللي فات على والد. وبطبيعه الحال البوليس ما بغاش يدخلوا هاد القضيه لراسهم، لذلك غادي يصوروه وغادي يمشيو عند العائله ديال الوالد وغادي يوريو التصويره. غادي يقول لهم واش هذا بصح الصديق ديال ولدكم؟ غادي يقولوا ليه اول مره كنشوفوه ما كنعرفوش. لذلك ملي غادي يرجعوا غادي يقولوا ليه راه راندا اعترفت بكل شيء وركبات لك انت التهم، لذلك اعترف باش على الاقل يخفف عليك الحكم. ملي غيعرف القضيه حامضه والا غادي يعترف بكل شيء، وديك الساعه البوليس غادي يمشيو كيجريو وغادي يقبطوا على راندا كذلك. وبالنسبه للحكم ديالهم اللي حكم عليهم القاضي اللي هو هذا، حكمت المحكمه حضوريا وباجماع الاراء بمعاقبه كل من السيد محمد ورمضة إسماعيل محمد عبد الله بالإعدام شوكا. ومن وجهه النظر ديالك انت كون كنتي قاضي بشحال كنتي غتحكم على هاد الزوج؟ كلشي يجاوبني في كومونتيرات.